وبركاته. البطاطس المقرمشه في الاير فراير من احلى الحاجات اللي ممكن نعملها في الاير فراير. بطاطس في ناس بتشتكي ان هي ما بتبقاش محمره قوي او ان هي بتدي شويه طعم المسلوق. هقول لكم على الطريقه الصح اللي تطلع لكم احلى بطاطس في الاير فراير. هنجيب البطاطس هنقشرها. في ناس انا جربت الطريقتين والطريقتين قريبين جدا من بعض. انت ممكن تغسلي البطاطس زي ما هي وبعد كده تقطعيها. ما بنقطعهاش صوابع تخينه قوي، بنقطعها تقريبا متوسطه. لو انتوا بتحبوا اللي هي رفيعه عادي ممكن تقطعوها رفيعه، بس خلوا بالكم وانتوا بتقلبوها لانها ممكن تتكسر منكم. تمام. تاني حاجه، لا اما هنغسلها اول وهي سليمه كده وبعد كده هنبدا نقطعها وخلاص مش هنغسلها تاني. هنحط عليها بس معلقتين زيت كبار ونقلبهم كويس جدا. مش هنحط ملح، مش هنحط اي اضافات، لان الحاجات دي كلها بتقلل شويه في السوا، بتطول فتره السوا بتاعتها. او الطريقه التانية ان احنا عادي هنقشرها ونقطعها ونغسلها عادي، بس هنحطها في مصفى شويه كده 5 دقايق او 7 دقايق ولا حاجه، لحد بس ما تتصفى شويه. بعد كده نحط عليها الزيت برده من غير اي